قبل ما نبدأ نصلي على النبي. بيبدأ الفيلم مع مجموعة من الصيادين الغير شرعيين، وهم بيحاولوا يضربوا مجموعة كبيرة من الأسود في الغابة في جنوب أفريقيا، وبيكونوا عاملين فخ ليهم وفعلا بينجحوا إنهم يخلصوا عليهم، لكن بيهرب أسد منهم، فبيأمرهم زعيم الصيادين إنهم يروحوا يدوروا عليه ويقتلوه. وفعلا بدأوا يدوروا عليه في كل مكان، فبيشوف صياد منهم رجل أسد ضخمة على الأرض، فبيبص على زميله مش بيلاقي له أي أثر. وبنشوف باقي الصيادين هما بياخدوا كل الأسود اللي قتلوهم وبيحملوهم في العربية، وهما لسه هيمشوا بيسمعوا صوت صياد بيصرخ بأعلى صوته، فبياخد الزعيم السلاح وبيروح يشوف باقي الصيادين بتوعه، لكن بيتفاجئ بدم موجود على الأرض. فبيظهر له واحد من الصيادين وهو بيطلع في الروح بسبب هجوم الأسد عليه، وساعتها بيخاف الزعيم وبيجري من المكان، لكن من حسن حظه الأسود بيقع في فخ من اللي هما عاملينه للأسود. وفي الوقت ده بيكون فريسة سهلة بالنسبة للأسد، فبيهجم عليه وبيموته هو كمان. وتاني يوم بتشوف دكتور اسمه نيد بيكون طالع رحلة لجنوب أفريقيا هو وبناته الاتنين، وبتكون الكبيرة اسمها برديس والصغيرة اسمها نورة. وبنعرف إن نيد علاقته ببناته وحشة بسبب انفصاله عن أمهم من فترة طويلة، والبنات كانوا عايشين مع أمهم لغاية لما ماتت، وهما دلوقتي عايشين معاه. وبيكون عامل الرحلة دي علشان يحاول يقرب من بناته. وبيوصلوا لجنوب أفريقيا وبينزلوا من الطيارة وبياخدوا شنطهم، وبيجيلهم واحد اسمه مارتن وبيكون صديق ند الوحيد، وبياخدهم معاه للبيت بتاعه. وأول ما بيوصلوا بتسأله نورة على الباسورد بتاع الواي فاي، لكن مارتن بيقول لها ان مفيش نت اصلا ولا كمان شبكة محمول. وساعتها بتتضايق نورا وبرديس لانهم مش عارفين هيقضوا وقتهم ازاي من غير نت في المكان ده. فبيقول لهم مارتن في حاجات كتير تتعمل هنا افيد من التليفون والنت. وبعدها بيقعدوا ياكلوا مع بعض، فبيحصل نقاش حد من برديس وباباها، فبتقول له انك طول عمرك ما اهتمتش بينا، ولما كنا بنحتاج لك ما كناش بنلاقيك جنبنا. فقال لها انا عمري ما نسيتكم ولا لحظه، وطلاقي من مامتكم هو السبب. فبتزعل نورة من الكلام اللي حصل ومشت. فقام ند علشان يشوفها، لكن منعته برديس وقالت له انا هروح لها. وتاني يوم بياخدهم مارتن في جوله في جوه الغابه، وهم في الطريق بيشوفوا الحيوانات بين الاشجار، وبتكون نورة وبرديس في غايه السعاده. وبيشوفوا مكان، فبيقول لهم مارتن ان دي كانت مدرسه للافارقه بس دلوقتي بقت مهجورة. وبيوصلوا لمكان موجود فيه قطيع الأسود، وبيقابلوا بانج اللي شغال مع مارتن، وبدأ يعرفهم مارتن إن الناس في القطيع مهمتهم الصيد، والذكور هم اللي بيحموا القطيع من أي حد غريب دخل أرضهم، وده قانون الغابة اللي ماشيين عليه. وفي الوقت ده بتشوف برديس وبانج وهو بيركب بندقية التخدير، وبياخدها وبيمشي ورا مارتن، وبنشوفه هو عند الأسود وبيلعب معاهم لأنه يعتبر هو اللي مربيهم. وفجأة بيشوف مارتن واحدة من الإناث مصابة، فخاف إنه يقرب منها لأنها ممكن تهاجمه. فبيرجع لبانجو وبيقوله لازم نلحقها قبل ما تموت ونعمل لها الاسعافات اللازمه، لان الصيادين الغير شرعيين ضربوها في رجليها. وفي الوقت ده بيقرر مارتن انه يروح لاقرب قريه موجوده في المكان ده علشان يحقق في موضوع الصيادين دول. فبيساله ند وبيقول له الصيادين دول بيعملوا كده ليه، فبيقول له انهم بيقتلوا الاسود علشان ياخدوا اسنانهم وعظمهم ويبيعوهم باغلى ثمن. وبيوصلوا للقريه وبيتفاجئوا ان هي مهجوره وما فيهاش اي حد، لكن بيلاقوا نار كانت لسه والعه، فبيفهموا ان الناس كانوا لسه موجودين. فبيخاف ند وبيقلق من المكان ده، وبياخد بعضه وبيروح يدور على مارتن علشان يمشوا من المكان ده. ولما بيوصله بيقوله دخل البنات بسرعة على العربية وما تدخلهمش عندي. فبيقول لبنات استنوا هنا ما تتحركوش من مكانكم. وبيدخل ند لمارتن وبيشوف المنظر وبيلاقيه فظيع، وبيكونوا أهل القرية كلهم ميتين وعليهم علامات مخالب أسد ضخم. فبيطلع بسرعة يشوف بناته، لكن نورة مش بيلاقيها، فبيجري يدور عليها هو وبنته، وبيفضل ينادي على نورة بأعلى صوته. وفجأة بيسمع صوت صريخ بنته، فبيجري بسرعة في اتجاه الصوت وبيدخل مكان غريب لغاية لما بيلاقي بنته، وبتكون واقفة قدام بنته والبقرة بتاعتها مذبوحين بطريقة بشعة. وبسرعة ركبوا العربية وهم في الطريق بيحاول مارتن يتصل على بنك في اللاسلكي، لكن مش بيلاقي أي إشارة. وبيعرفوا إن الأسد ده بيقتل علشان ينتقم مش علشان جعان، وده في خطر كبير على كل الموجودين في الغابة. وفجأة بيلاقوا واحد مصاب قدامهم على الطريق، فبينزل من العربية وبيروح يساعده، وبياخد السلاح معاه علشان يأمن المكان. فبينزل ند هو كمان وبيقول لبناته ما تتحركوش من العربية. وبيوصلوا للمصاب فبيقول لهم الأسد هو اللي هجم عليا، وبيحاول ند إنه ينقذه لكن جرحه بيكون خطير وبيموت. وبنشوف مارتن وهو بيفحص المكان فبيلاقيهم تماسيح وبينزلوا المية، فبيبص على الأرض وبيتفاجئ برجول الأسد الضخم، وبدأ يسمع صوت الأسد جاي من ناحية المية، فبينزل يدور عليه لكن بيتفاجئ بالأسد بيهجم عليه من وراه. وند وبناته بيسمعوا صوت ضرب النار، فبيعرفوا على طول إن مارتن في خطر. فبيروح بسرعة ند يدور عليه وبينادي بأعلى صوته، فبيسمع الأسد صوته فبيجري يهجم عليه، لكن ند بيهرب منه وبيدخل العربية في آخر لحظة. ومن قوة الأسد وضخامته بيشرخ الإزاز، وبدأ يطلع فوق العربية ودخلهم من الجنب التاني. فبيلاقي الإزاز مفتوح وبدأ يهجم على ند، لكن برديس بتسوق العربية ومن رعبها بتدخل في شجرة، وبيسيبهم الأسد وبيمشي. بس على مين ده؟ بيكون مراقبهم، وبيكون ند وبناته خايفين ومرعوبين من اللي حصل لهم، ومش عارفين إيه اللي حصل مع مارتن. عايش ولا حي؟ جعان ولا صعبان؟
فبيحاول ند يشغل العربية لكن مفيش فايدة، وبتقول له برديس أنا خايفة لأن المكان مقطوع ومن الصعب إن حد يجي يساعدنا. فبيلاقي ند لاسلكي في العربية وبيتكلم بيه مارتن وبيلاقيه لسه عايش، فبيقول له إن الأسد هجم عليه وعمل له إصابة خطيرة في رجله. فبيعرفه ند إنه عامل حادثة بالعربية هو كمان ومش عارف يتصرف إزاي. فقال له مارتن خليك مكانك في العربية لغاية لما حد يجي يساعدك. فبيرد عليه ند وبيقول له إنك لازم تربط الجرح علشان توقف النزيف، لكن مارتن بيقول له انا عملت كده بس الجرح خطير والنزيف لسه شغال. فرد عليه ند وقال له الحل الوحيد انك تكوي الجرح في اسرع وقت، وبدأ يطلع الخنجر اللي معاه وبيسخنه بالولاعة، وند بيكون بيتابع معاه باللاسلكي وبيشجعه لغاية لما كوى نفسه وبدأ يصرخ بأعلى صوته. فبيسمع ند الصوت وبيقول له انت قريب مني، فبيقول له خليك مكانك وانا حاجة اساعدك، لكن مارتن بيعرفه انه هو متراقب من الاسد، ولو عملت اللي في دماغك وجيت لي الاسد مش هيسيبك وهيهجم عليك. لكن ند بيقول له انا هعمل المستحيل علشان اجيلك. فبيعرفه مارتن ان في بندقية تخدير في العربية، وبدأوا يدوروا عليها هو وبنات، ورجله بتكون مصابة من الأسد. فبيقول لبناته أنا كويس ما تخافوش عليا، وبيلاقوا الصندوق بس بيكون مقفول بالقفل، فبيجيبوا حديدة وبيكسروه، وبيكون ند مش عارف يركب البندقية ازاي. فبتقول له برديس أنا هساعدك لأن شفت بانجا وهو بيركبها، وبيعرف مارتن إنه هيخدر الأسد ويروح علشان يساعده. لكن مارتن بيقول له علشان تخدره لازم تكون واقف في مكان عالي، ولازم تخلي بالك لأن التخدير ده مدته ساعتين بس ويفوق الأسد بعدها. وبدأ ند يعمل اللي في دماغه وبيطلع فوق سقف العربية، وبيفضل واقف مستعد ومستني الأسد يظهر. وفجأة بتنزل برديس من العربية علشان تروح لمارتن، لكن ند بيحاول يلحق بنته، فبيظهر الأسد وبيضربه ند لكن مش بيصيبه. ولما جه يضربه تاني الأسد هجم عليه ووقعه على الأرض، وبيهرب بسرعة تحت العربية والأسد مش سايبه وبيحاول يوصله، لكن ند بيضربه برجله علشان يبعده عنه. فبيسيبوا الأسد وبيروح له من الجنب التاني. فبياخد مارتن البندقية من على الأرض قبل الأسد ما يوصله، بس بيلاقيها فاضية. وفي الوقت ده بتوصل برديس لمكان مارتن، وبيحاول ند انه يطلع بس بيهجم عليه الاسد من تاني. فبتطلع نورة من الشباك وبتغرز الحقنة في جسم الاسد، فبيعد الاسد عنهم لانه متخدر. وهو بيكلم مارتن في اللاسلكي بيعرف ان هو جاي مع برديس، فبيقول له ان نورة خدرت الاسد ووعد عننا. ولما بيوصلوا بيشوف ند جرح مارتن وبيلاقيه خطير، فبدأ في تنظيفه وخيط الجرح علشان يوقف النزيف. وفجأة بتشوف برديس الاسد وهو بيراقبهم، بس بيكون دايخ من حقنة التخدير، وبيدخل الليل عليهم. فبيقول لهم ند لازم نفضل في العربية لغاية الصبح وبعد كده نشوف هنعمل ايه. وبعدها بيفوق مارتن وبيفضل يتكلم معاهم عن الاسد ووحشيته، وبدأ يحذرهم علشان ما يتحركوش من العربية لأن الأسد واقف بره، ولازم نفضل في العربية لغاية لما حد يجي يساعدنا. وفي الوقت ده بيسمع ند صوت في الراديو، فبيحاول يتواصل معاه لكن الإرسال بينقطع. وفجأة بيشوف عربية داخلة عليهم، فبينزل مارتن لوحده يطلب منهم المساعدة، وبيعرف ان هم الصيادين الغير شرعيين، وبدأ يتكلم معاهم وبيعرفهم على اللي حصل معاه. فبيعرض عليهم فلوس مقابل انهم يساعدوه يخرجوه من المكان ده. فبيشوف واحد منهم مارتن نايم جوه العربية، وساعتها بيرفع على ند السلاح بسبب مارتن لان هو عدوهم الوحيد. وفجأة بيظهر الاسد وبيهجم على الصيادين، فبيستغل ند انشغال الصيادين مع الاسد وبيهرب. وبيعرف بناته انه هيروح يشوف العربيه بتاعه الصيادين، بس للاسف مش بيلاقي المفتاح جواها. فبيرجع لبناته وبيعرفهم انه هيروح يدور على المفتاح مع الصياد اللي كان سايق العربيه. وفعلا بدأ ند يدور في جيوب جثث الصيادين، وفجأة بيشوف الأسد قريب منه. وفي الوقت ده بترن برديس عليه في اللاسلكي، فبيسمع الأسد الصوت جاي منين، لكن ند بيرمي اللاسلكي وبيطلع يتدرى منه فوق شجرة بسرعة. فبيروح الأسد مش بيلاقيه، وبعد الأسد ما بيمشي بينزل ند يدور في باقي الجثث، وأخيرا بيلاقي المفتاح وبياخد كمان سلاح معاه، وبدأ في طريق الرجوع للعربية. وفي الناحية التانية بنشوف الأسد وهو بيلف حوالين العربية علشان يدخل لهم، لغاية لما بيدخل دماغه من الإزاز وبيهجم على برديس. فبيمسك مارتن دماغ الأسد وبيقول لهم اطلعوا بسرعة من العربية لأن العربية هتقع من فوق الجبل. وأول ما البنات بتخرج بتقع العربية من فوق الجبل، وبيقع مارتن والأسد معاها، بس بيكونوا لسه عايشين. وبيقوم الأسد يدور على مارتن، وفي الوقت ده بيكون البنزين بينزل في قلب العربية، فبيشوف مارتن الأسد جاي يهجم عليه، وساعتها بيطلع الولاعة من جيبه وبيولع في العربية كلها. وبعدها بيوصل ند لبناته، فبيلاقي برديس مجروحة جرح خطير من الأسد، وبدأ يربط لها الجرح علشان يوقف النزيف. وبيروح يشوف مارتن صاحبه لكن بيتفاجئ بالعربية كلها مولعة، فبيحزن جدا على موت صاحبه الوحيد. وبعدها بنشوفهم هم راجعين بعربية الصيادين، وهم في الطريق بيشوفوا قطيع الأسود اللي راحوا له قبل كده، وبيفضلوا ماشيين في الطريق لغاية لما بيوصلوا عند المدرسة المهجورة، وبيشيل ند بنته المصابة وبيدخل بها جوه لأن جرحها خطير لدرجة إنها ما تقدرش تتحرك. وبيفضلوا يدوروا في المكان على أي إسعافات يوقفوا بها النزيف لبرديس. فبيلاقي ند ازازة خمرة وبياخدها وبيحطها على الجرح، ولقى لها قطن وحطه لها وربط الجرح علشان النزيف يقف. فبيقول لهم انا هروح ادور في الجنب التاني على اي حاجة تساعدنا، وبيسيب الباب مفتوح.
ولما بيوصل بيفضل يدور على أي مساعدة، وفجأة بيدخل الأسد على نورة وبرديس، فبيحاولوا يتداروا منه لكن الأسد بيشوفهم، فبيسمع ند صوت صريخ بناته، فبيروح عندهم بسرعة وضرب النار عليه، وساعتها بيخاف الأسد وبيهرب من المكان. وفي الوقت ده بيخلص الرصاص اللي معاه، وبعدها بياخد بناته وبينقلهم في أوضة تانية، وقفل عليهم كويس عشان الأسد ما يجيش ناحيتهم، وبدأ يحذر بناته إنهم ما يخرجوش من الأوضة علشان لو حصل هيكون في خطر كبير عليكم. وفي الوقت ده بيقرر إنه يواجه الأسد، لكن بناته بيحاولوا يمنعوه بس مفيش فايدة، فبيسيبهم وبيمشي وبيروح عند الأسد، وبيحاول ند إنه يستدرج الأسد وفعلا بيجري وراه. ولما بيوصل ند عند القطيع بيهجم عليه الأسد، وبتقوم معركة قوية جدا بينهم، وبيفضل ند يضربه بالخنجر اللي معاه بس الأسد أقوى منه، وبيفضل يعض في ند لغاية لما بيستسلم خالص لأن الأسد مخلاش في جسمه حتة سليمة. وفجأة بيتدخلوا أسود القطيع في آخر لحظة وبيهجموا على الأسد لأنه غريب مش من أرضهم، وبنعرف إن ند كان قاصد إنه يجيبوا وراه في المكان ده علشان الأسود يخلصوا عليه، وفعلا بيفضلوا الأسود يضربوا فيه لغاية لما بيموتوه، وبنشوف ند وبيكون في حالة خطرة وبيغمى عليه، وبعدها بيفوق وبيلاقي نفسه في المستشفى ونورة وبرديس قاعدين حواليه، وبيكونوا في غاية السعادة لما لقوا باباهم فاق. وبعد شهر بيكملوا رحلتهم في الغابة قبل ما يرجعوا لوطنهم، وبتكون علاقتهم بباباهم بقت كويسة، وبياخدوا مع بعض صور تذكارية. وبيخلص فيلمنا